عبد المنعم في نيس الفرنسي، والأهلي يحصل على توقيع بديله. تحدث محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي ومنتخب مصر مع المقربين منه داخل الفريق الأحمر بشأن اقترابه بقوة من خطوة الرحيل إلى صفوف فريق نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات. الأهلي يحصل على توقيع محمد إسماعيل، وكولر يطلب خوض جولة حاسمة من المفاوضات مع العسقلاني. يتمسك محمد عبد المنعم بخطوة الرحيل عن القلعة الحمراء من أجل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي، وهناك مفاوضات بشأن التفاصيل المالية في الصفقة، حيث من المقرر أن يحصل الأهلي على مقابل مادي لن يقل عن 3.5 مليون يورو بجانب بعض الامتيازات. وعلم موقع أخبار النادي الأهلي آلي نيوز بحصول القلعة الحمراء على توقيع محمد إسماعيل مدافع زد في الفترة الماضية، ولكن هناك ترقب شديد لكلمة السويسري مارسيل كولر في الساعات المقبلة. ويفضل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي خوض جولة حاسمة جديدة من المفاوضات مع إياد العسقلاني مدافع فريق روستوف الروسي. ويتحرك النادي الأهلي في صفقات مثل محمد إسماعيل مدافع زد، أو إياد العسقلاني مدافع فريق روستوف الروسي والإسماعيلي السابق، لتعويض محمد عبد المنعم في الموسم الجديد. ولم يحسم النادي الأهلي بشكل رسمي حتى الآن سوى صفقة الحصول على خدمات يوسف أيمن من صفوف فريق الدحيل القطري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد. ولدى السويسري مارسيل كولر بعض المخاوف حال رحيل محمد عبد المنعم بشكل رسمي إلى صفوف نيس الفرنسي، خاصة بعد تعثر الإدارة الحمراء في ضم زين الدين بلعيد أو علاء غرام لتدعيم الخط الخلفي.